السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله. معكم ابن الشام. اخواني بتمنى منكم تصلوا على النبي، اذكروا الله، لا اله الا الله، سيدي محمد رسول الله. مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو، صرنا نحن بشهر 5 وطيوري لحد الساعة هي ما انتجت. صرنا نحن بشهر 5 وما عندي ولا فرخ واحد. صرنا نحن بشهر 5 وطيوري مريضة. صرنا نحن بشهر 5 ولحد الساعة هي الانتاية عندي ما لفت العش. صرنا بشهر 5 والذكر عندي ما عم يغرد. شو الأسباب؟ ليش هيك صار عندي أنا؟ شو هي المشاكل يلي أنا وقعت فيها؟ أنا كمبتدئ ما بعرف، وهي الأسئلة كلياتها موجهة إلك أنت ابن الشام، بدي منك تجاوبني عليها، وإن شاء الله نحن حنكون عند حسن ظنكم. بتمنى منكم تحطونا لايك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا مشاركة لهذا الفيديو لأنه فيديو كتير مهم. طيب اخواني حبايبي، احد الاسباب اللي بتاخر الانتاج بهذا الوقت، نحن صرنا بشهر 5، شو هي؟ اسمع الكلام وحطوا حلق باذنك من اخوك ابن الشام. انت لما عم تشتري طير مثلا بشهر 8 او بشهر 9، هذا الفيديو باي وقت انت عم تشوفه، ان كان مثلا بشهر 5، ان كان مثلا بشهر 8، ان كان بشهر 1، اسمع وركز معي مظبوط. لما تشتري طير، افضل وقت لحتى تشتري طير مثل ما قلت لكم فيديوهات قديمه، الا وهو امتى؟ نحن بنقول تقريبا بين شهر 9 لشهر 11، تمام؟ بيكون بين الذكر ذكر والانتاي انتاي، لحتى ما اشتري ذكرين او اشتري انتايتين او صاحب المحل لعنتين يغشني. هي اول باشتان. الباشتان الثاني اللي هو بدك تدير بالك انت لما تشتري الطير، تفحص الطير مزبوط. تفحص الطير اذا كان ذكر ولا ان كان انتاي. بفحصه من عيونه، اذا كان عيونهم فيه شيء ولا ما فيه التهاب مثلا. بفحص البطن اذا كان البطن سليم ولا ان كان في اي مرض ثاني او كان في اي الوان ثانيه، تمام؟ بفحص الرجلين اذا كان في لا سمح الله جدري ولا اي لون ثاني. فبشوف انا الطير بقلب القفص، هل هو مثلا نافش ريشه؟ هل هو عم يتحرك؟ هل هو عم يغرد؟ هل نشيط بقلب القفص؟ ام هو قاعد بالقفص مثلا نافش ريشه ولابد؟ بنتبه انا الله يعز الجميع على ارضيه القفص، هل الارضيه هي نظيفه ولا لا؟ كيف يعني؟ اذا كان في الله يعز الجميع اسهال، ببين من براز الطير. اذا كان في اسهال معناتها طيور مريضه، ما بقرب عليها بنوب خالص. اذا الطير نافش ريشه، ما بقرب عليه بنوب خالص. بفحص البطن، اذا البطن في اي لون، سواد، زراء، خط ازرق، خط احمر، خط اخضر، ما بقرب عليه بنوب، حتى لو كان لونه حلو، حتى لو كانت نوعيته جيده. الشغله الثالثه الا وهي، انا لما اشتري الطير ما بدخله على غرفه طيوري او ما بحطه مع اي طير ثاني، بخليه بغرفه لحاله، تمام؟ مدة تقريبا بتتراوح بين ال10 ايام لل15 يوم. من بعدها انا بيجي بحطه بغرفة طيوري. هلا ممكن العالم تقول انه شو دخل هالمواضيع هي كلياتها اللي انت عم تحكيها بموضوع تأخير الانتاج؟ خليك معي وتابع الفيديو لحتى تستفاد. تابع الفيديو للنهاية، واذا وصلت معي لهون ما تنسى تحط لنا لايك. بعد ما جبنا نحن الطير، ان كان ذكر ولا ان كان انتاي او اذا كانوا جوز، ما بصير دغري تحط الذكر مع الانتاي. هذا الحكي اذا كان بشهر 11، ان كان بشهر 1، ان كان بشهر 5، ان كان بشهر 6، باي وقت إن كان بنعزل الذكر لحال والانتاي لحال. بس تعطينا نحن علامات الجهوزية الانتاي لحتى نعطيها عش وتلف العش. من بعدها نحن بنشوف الذكر، بنسمعه الذكر صار يغرد والذكر فيه مزبل، والذكر والانتاي صار اعمارهم فوق تقريبا ل10 اشهر او السنه، صاروا بقمه الجهوزيه. الانتاي لاف العش عندي، بعمل عمليه التشويق وبدخل الذكر على الانتاي. هي الطريقه الصحيحه والطريقه المضبوطه، واسهل منها ما في. بس يكون عندي انا طيور صحتها سليمه والتغذيه عندي عم اقدمها بشكل نظامي وبدون ما يكون بشكل عشوائي، ضمن برنامج غذائي اسبوعي، تمام؟ مقدم ان كان المناقيع، ان كان الخلطات، الخضروات، الفواكه. اذا عندي طيور اجنبيه مقدم لها مكملات غذائيه. وهي كل الموضوع، ما في شيء ولا ابسط منه. بتأنتج بشهر 5 وبتأنتج بشهر 1 وبتأنتج ان شاء الله تعالى بشهر 7.
طيب خليكم معي لو ورجيكم هلا الشغلات السلبية يلي ممكن تأخر طيورك 100%. أنا لما اشتري طير مثلا ودغري دخله على غرفة طيوري، لا فحصت الطير عند صاحب المحل، تمام؟ لو عم بشتري من أخي، من أمي وأبي، بدي أفحص الطير، بجوز يكون مريض وهو مو عرفان. أنا ما فيني لوم هذا الشخص، إن كان صاحب محل، إن كان صاحب غرفة، إن كان صاحبي، إن كان رفيقي، من كان يكون، تمام؟ أنا لما اشتري طير مريض، هذا رح يأخر لي الإنتاج عندي. ليش؟ بينما أنت تعالجه وبينما يطيب، وممكن بعض الطيور تدخل بغيار الريش، تمام؟ هذا حيأخر لي الانتاج عندي. اذا انا بدي اشتري طير ان كان ذكر ولا ان كان انتاي بموسم الانتاج، يعني انت موسم الانتاج مثلا بشهر 1 بشهر 2، لما تنقله انت من مكان لمكان ممكن يدخل بغيار الريش، تغير عليه المكان، تغيرت عليه الحرارة، الإضاءة، التغذية، فهذا ممكن يأخر عندي أنا الإنتاج. إذا بدي أمسك أنا الطير ودخله دغري على الإنتاية، والإنتاية أصلا بالأساس ملاف العش، حتى ممكن ما تكون جاهزة، وممكن كمان الذكر ما يكون كمان جاهز. لما أجي أنا أدخل الذكر على الانتاي ويصير في تشاجر بيناتهم، واخر شيء اعزل الذكر ورد اعمل تشويق ورد ارجع ادخل الذكر على الانتاي مره ثانيه، كمان هذا من الاسباب اللي بتاخر عندي الانتاج. طيب من الاسباب الثانيه كمان المهمه اللي هي بسم الله ما شاء الله، اذا ما ثبت ساعات الاضاءه، اذا يوم اعطيتهم 5 ساعات، يوم 10 ساعات مثلا، يوم ساعتين، هذا الشيء كمان بيسبب عائق بالإنتاج عندك، تمام؟ بدك تثبت ساعات الإضاءة تتراوح تقريبا بين ال 14 لل 16 ساعة. حلو الكلام؟ إذا ما التزمت أنا بموضوع كمان التغذية، إذا أنا قدمت بس البذور، كمان كذلك الأمر شو رح يصير؟ رح يصير برضه كمان الطير عندي انا ناقصه كالسيوم، ناقصه فيتامينات، ناقصه معادن، ناقصه املاح، ناقصه الشيء اللي هو بيكمل المكملات الغذائيه، بتكمل عنده حاله التزاوج او مرحله الانتاج، تمام؟ لما انت عندك انتاي مثلا تبيض بيض بدون قشره، عندها نقص كالسيوم. لما انتاي عندك انت مثلا تبيض وتاكل بيضه ثاني يوم، عندها نقص كالسيوم. الذكر عندك ما عم يخصب البيض، عم يخصب مثلا بيضتين مثلا من اصل 5 بيضات، او ما عم يخصب البيض خالص، عنده نقص بالفيتامين اي اللي هو فيتامين الخصوبي، تمام؟ بدك تدعم طيورك انت بالمكملات الغذائيه ان كان خلطات ولا غيره. كمان كذلك الامر بيعيق الانتاج عندك اللي هي درجات الحراره. لما تكون عندك انت مثلا درجات الحراره مرتفعه كثير، ممكن طيورك تدخل بغيار الريش وتفوت بغيار الريش وما عاد فيها تنتج بهاي المرحله، تمام؟ وممكن كمان لو درجات الحراره منخفضه برضه كمان الطيور عندك ما تجهز بالوقت المناسب. هي تقريبا مو كل شيء، تقريبا بعض المشاكل اللي ممكن تحصل مع الشاب المربي، تمام؟ بتربية طيور الكناري. حبيت انا فيد بعض الاشخاص، وان شاء الله تكونوا بهذا الفيديو استمتعتوا واستفدتوا، وخلوكم ان شاء الله تعالى بالفيديوهات القادمة رح نورجيكم باذن الله ونوافيكم بالنسبة للانتاي العمياء. كان معكم اخوكم ابن الشام، بتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم.